السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض إن شاء الله أجنحة بصوص خطير جدا. أتمنى إنها تعجبكم بجد لأنها تحفة وبتعجب أولادي، ومعها بطاطس رفيعة وكاتشب. نبتدي في الوصفة بتاعتنا على طول. زي ما انتوا شايفين أنا عندي الأجنحة، ممكن تحوشيها وممكن تشتريها من بتاع الفراخ، تقوليله كيلو جناحة براحتك. هنا انا زي ما انتوا شايفين انا بقطع الحته دي مهمه ان احنا نقطعها، لان هي اول حاجه معضمه، تاني حاجه هي بيبقى فيها الزفاره. بنقطعها في كل الجناح اللي عندنا. زي ما انتوا شايفين الجناح ما شاء الله حجمه كبير. انا ما بجيب فراخ بعين الجناحه، ما بستعملهاش في الفراخ عندي، وبعينها بقى اليوم زي كده بتبقى جميله جدا. زي ما انتوا شايفين انا كده خلصتها. طبعا احنا الجناحة بنغسلها كويس بمية وملح وعصرة ليمون، وبلاش خل، بس بعصر عليها ليمون وملح وشوية سكر وبدعكهم مع بعض كويس قوي قوي قوي، وبعدين بغسلها كويس واسيبهم يتصفى عشان نتبلها. دي بقى ما بتحتاجش مننا انها تبات، دي الميزة بتاعتها ان هي ممكن ان انت تعمليها وعلى طول تدخليها في الفرن، تبقى جميلة جدا يا جماعة. زي ما انتوا شايفين انا عصرت الليمون والملح وشطفتها كويس جدا. بغسل ايدي كويس جدا، لو عندك جوانتي البسي، بس طبعا احنا في بيوتنا وانا على طول ايدي في المطبخ، على طول بغسل على طول ايدي بالصابون. هنا زي ما انتوا شايفين انا عندي هنا زبادي. ما عندكيش زبادي ممكن تحطي لبن رايب او ممكن تحطي لبن على حسب المتوفر. هنا انا عندي صويا صوص اللي انا بعمله في البيت، الفيديو موجود عندكم على القناة لو عايزين تشوفوه. بحط منه معلقتين محترمين، وببتدي ان انا اقلب شويه، وهنبتدي ان احنا نحط البهارات بتاعتنا. الصويا صوص اللي انا بعمله في البيت ده يا جماعه تحفه بصراحه، يعني احلى من اللي بنجيبه من بره. هنا بقى البهارات، انا عندي بهارات فراخ، عندي جنزبيل، عندي توم باودر، بصل باودر، فلفل، بابريكا مدخنه. كل ده بنحطه على الفراخ عندنا، بنتبلها بالتتبيله دي. ممكن حابه تضيفي اي بهارات تانية على حسب ما انت حابه. انا ما بكترش، لان هي التركه كلها في الصوص اللي احنا هنعمله. والمقادير على فكره هسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. زي ما انتوا شايفين انا بحاول ادخل التتبيله، لان انا مستعجله جدا جدا، عايزه اتبلها والحق اعمل الاكل، لان الدروس طبعا ربنا يعين الجميع. فهنا انا زي ما انتوا شايفين انا تبلتها، هسيبها 10 دقايق ولا حاجه عقبال ما اغسل مواعين واغسل الحته اللي انا عملت فيها. بعد كده نحطها في الفرن. هنا انا عندي معلقه هريسه شطه برضو موجوده في القناه يا جماعه اللي حابب. وهنا انا عندي كاتشب. الكاتشب تقدري تعمليه في البيت، بعمله في البيت وممكن تشتريه جاهز على حسب ما انت حابه. هريسه الشطه دي بتدي نكهه تحفه جدا للصوص ده. ويعني معلقتين صغيرين زيت او معلقه كبيره زيت مع الصويا صوص اللي انا عاملاه اللي قلت لكم عليه، بناخد منه معلقه. تمام. حابه هريسه الشطه تبقى حراقه مية مية، حابه ان هي ما تكونش حراقه برضو جميله جدا، على حسب ما انت حابه. انا بحبها بين البنين، ولا هي حراقه ولا هي مش حراقه عشان الاطفال. هنا طبعا انا دخلت عندي الفراخ، قعدت حوالي ربع ساعه، الجناح سوري، قعدت معايا ربع ساعه. بعد ما قعدت معايا ربع ساعه ببتدي ان انا ادهنها بقى بالصوص الخطير اللي انا عاملاه. تمام. بتدهيني بالفرشه بتاعتك كويس قوي الجناحه، وتدخليها الفرن تكمل عندك الشوي. حابه ان انت تحطي فحمه في الاخر مفيش مشكله، مش حابه براحتك. انا ما حطيتش فحم. وزي ما انتوا شايفين ادت اللون، وبعد ما طلعت برضو دهنتها بالصوص بتاعي طبعا، وانا عامله كميه كبيره منه عشان ولادي بيحبوا البطاطس يعملوها في الفراخ، يعني في الصوص ده. اتمنى الوصفه تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها بجد، لانها هتبسطكم جدا جدا وسريعه وخفيفه، والاولاد بيحبوها جدا، والكبار على فكره. يعني انا عايزه اقول لكم دي ما عادتش كتير، انا عملتها لكذا حد كبير في السن وعجبته جدا. البطاطس دي بنقطعها رفيع جدا. مسكت الساطور بقى، اللي بيعرف يستعمل الساطور، مسكت الساطور وقعدت اقطع البطاطس رفيع جدا جدا، ونقعتها في شويه ملح وخل وسبتها، طلعت النشا بتاعتها، وبعد كده حمرتها زي ما انتوا شايفين مقرمشه وتحفه. وطبعا بقيت شويه من الصوص عشان اللي يحب ياكل بالبطاطس، لكن الفراخ متشبعه بالصوص مش قادره اقول لكم.
اتمنى الوصفة تعجبكم، ما تنسوش تقولوا رأيكم في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.